كان زمان يقول لك البلد دي احسن من غيرها وبلدك اولى بيك والكلام ده كله. بصوا يا جماعه، انا عن تجربه. انا اشتغلت فتره من حياتي بره مصر يعني. انا عايز اقول لكم، اللي قدامه فرصه حلوه كويسه يبني فيها مستقبله ويحقق فيها طموحاته، حتى لو كانت فتره مؤقته من حياته، سنتين ثلاثه خمسه، يعمل كده. الوضع حاليا مش افضل حاجه. والسبب الرئيسي في ده هو ضعف العمله. النهارده اللي كان بياخد له مثلا 10,000، شوف النهارده من سنه ولا من سنتين النهارده بقى يعملوا كام، والاسعار دلوقتي كام، والدنيا كام. بس عندي بس ايه، نقطه مهمه قوي او شويه ابعاد لموضوع الغربه ده عايزك تبقى فاهمه يعني. اول حاجه، ما مش عايزك لما تلاقي اوفر موجود، تعالى ده في عقد ب 4000 و5000، تدخل وتقول تضربهم في الجنيه فيطلع ب 30,000 ولا 20,000، يلا يا عم سافر. القصه ما بتمشيش كده خالص يا باشا. القصة بتمشي زي ما اللي رايح ده بيقبض بيه العملة الصعبة، ريال أو درهم أو دولار أو واتيفر، زي ما هو بيصرف برضه بالعملة الصعبة دي. فكلمني عن البلد اللي انت رايحها، المفروض متوسط العيشة المعقولة فيها تصرف كام، علشان تشوف هيتبقى لك كام وهتعمل سيفنج قد ايه، والسيفنج ده تبقى تحوله بالمصري بعد كده براحتك لو انت عايز. لكن اوعى تتغر في حد يقول لك تعالى يا عم في اوفر ب 5000 ولا 4000 ولا 6000 ريال وتقول يلا ده يحقق حلم حياتي. لا، مش هتحقق حاجه. مستوى المعيشه هناك عالي، المصاريف صعبه، فاللي هيتبقى لك طبيعي هيبقى قليل. فدي اول حاجه عايزك تاخد بالك منها، هي حته اتكلم في اللي هيتبقى لك، ما تتكلمش في السالري من بره. طيب، النقطه التانيه اللي عايز اتكلم عليها، عشان الناس عماله تحسب للناس اللي قاعده بره مصر، ده بيقبض يا عم قد كذا، ده بيعمل له في السنه قد كذا، ده مش عارف يعني. انا عايز اقول لك ان الفلوس دي حرفيا والله، المغترب اللي قاعد بره مصر الله يكون في عونهم دافعين ثمنها من كل دقيقه في وقتهم. تخيل انت، كل دقيقه في وقتهم. انت عارف ان المغترب اللي قاعد بره ده تليفونه لما بيرن بيقلق. يا ترى في ايه؟ يعني قبل ما بيرد على التليفون، الثواني البسيطه قبل ما بيرد، البيت بيتصل في وقت متاخر، يجي يرد على التليفون يحس ان في كارثه، يحس ان في شخص عزيز عليه ممكن يكون فقده. الحاجات دي لا تقدر بفلوس، محروم من حاجات كتير قوي انت شايفها في بلدك. فعايز اقول لك، على قد ما ربنا يساعدهم يا رب، وربنا يعين اخواتنا اللي بره، على قد ما اي مبالغ بيعملوها او بيوفروها مدفوع قدامها ثمن غالي قوي قوي اسمه الغربه. الغربه مش ناس كتير هتفهمها، مش ناس كتير هتفهم احساسها. اصل بص، هو في 3 حاجات كده عمرك ما هتعرف عنهم الا ما تعملهم: الغربه والسجن والجيش. دايما تسمع عنهم، لكن لما تدخل فيها تشوف الموضوع تاني. مش معنى كلامي ان انا بقول لك ما تدفعش الثمن وتسافر، لا بالعكس. انا عايز كل شاب مصري قدامه فرصه كويسه يقدر يسافر ويكون مستقبله يعمل كده. لازم تعمل كده. نصيحه ليك والله، اعمل كده. لو قدامك اوفر كويس هتقعد فيه 4 5 6 سنين تكون نفسك وترجع هنا البلد، تعرف تعمل لنفسك حاجه، انت مستفيد والبلد مستفيده، عمله صعبه والناس كلها مستفيده حواليك. لكن انا معنى كلامي ان عايزك تركز في قيمه الاوفر اللي جاي لك وتحسبه صح. بلاش تحسبه بالطريقه البلدي بتاعت كذا في كذا. والحاجه التانيه، تعرف ان في ضريبه وتمن هيندفع لده. لو انت قده يا باشا ادفعه. يعني انت قد التمن ده وهتقدر عليه، ادفعه. تمن الغربة، بعدك عن أهلك، بعدك عن صحابك، فقدان ناس عزيزة جدا جدا عليك وانت ما شفتهاش من فترة، حالة نفسية صعبة وديبريشن بيجيلك في أوقات كتيرة جدا جدا، القلق طول الوقت من خوفك على الناس اللي هناك. معظم الناس المسافرة سايبة ناس هنا، أهاليها كبار السن، إن كان والده ولا والدته ولا قلقان طول الوقت عليهم، قلقان يجيله تليفون في وقت يزعجه. فمش عايزك تحسب الاوفرز بطريقه غلط، وعايزك تقدر ان الغربه ليها تمن. ولو ربنا يسر لك وقدامك فرصه حلوه، مع ان الدنيا بدات تقفل بشكل كبير كمان بره، اعمل كده وسافر وكون نفسك. بس حدد فتره محدده تعرف تعمل فيها ده، علشان لو سرقتك السكينه ولا هتعرف تتعايش هناك ولا هتعرف ترجع هنا تعمل لنفسك حاجه، وهتفضل بين البنين زي ناس كتيره جدا انا شفتها. وربنا يا رب يكرم الجميع ويوفق الجميع.